منذ دقائق أصدر نادي تدريس جامعة الأزهر بيان يطالب فيه بعودة الحرس الجامعي لإنهاء الانفلات الأمني بالجامعات المصرية، وبيقول فيه إن عودة الحرس الجامعي هو ضرورة لإنهاء حالة الانفلات الأمني التي تشهده الجامعات المصرية بسبب مظاهرات الإخوان المسلمين، وضرورة تجريم المظاهرات في الجامعات في الفترة الحالية ومنعها قانونا لحماية الجامعة من التخريب وعمليات الشغب، على أن يتم تطبيق عقوبة الخدمة العامة على الطلبة المخالفين. وقال دكتور حسين عويضة حسب البيان الذي صدر من نادي تدريس الأزهر، والدكتور حسين عويضة هو رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، في بيان له اليوم إن عودة الحرس الجامعي أصبح أمرا ضروريا في ظل الوضع الحالي لحماية منشآت الجامعة ومجتمع الجامعة من طلاب وأساتذة، كما لا بد من إصدار قرار بحظر المظاهرات الجامعية والقبض على كل مخالف لهذا القرار، والحكم عليهم باستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعة الصحراء والعمل العام إجباريا. نهاية البيان.